اهلا وسهلا متتبعين ديالي، مرحبا بكم مره اخرى في قناه علم جميله السوسيه. اليوم ان شاء الله فيديو جديد، وصفه جديده. غادي نحضر لكم هاد الميني كيك، كيجيو غزالين بكريمه ديال الشكلاط، كيجيو رائعين واقتصاديين يعني في المقادير وساهلين في التحضير. كنتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، وكيف العاده ما تنساوناش من اللايك ديالكم وتعليقكم محفزه، واللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك فضلا وليس امرا. دابا غادي نمروا الطريقه ديال التحضير. اول حاجه غادي نحضرها وهي الكريمه ديال الشكلاط. هنا استعملت كريم باتيسير ديال الشكلاط، يعني كتبقى هذه عمليه، يعني جاهزه، كريمه ديال الشكلاط جاهزه. ممكن انكم تستعملوا كريم باتيسير عادي وتضيفوا عليها الكاكاو. كيف ما قلت لكم هذه كتبقى عمليه، كتعجبني انا غادي نحتاج 2 معالق كبار عامرين مزيان ديال هاد البودر ديال الكريم باتيسير، النكهه ديال الشكلاط كيف ما قلت لكم. ويعني راه الثمن ديالها بحال الكريم باتيسير عادي. هنا بالنسبه للسكر السنيده، غادي هنا درت انا 3 معالق كبار، والحلاوه كتبقى على حسب ديال الذوق، على حسب الذوق. وهنا ضفت عليهم نص لتر ديال الحليب اولا 500 مليلتر، وصافي غادي نخلطهم مع بعض جيدا، وكنديرهم فوق البوطه. كنستمر في التحريك حتى كان يبان لي الخليط انه عقد. وصافي غادي نجيب واحد الاناء غادي نفرغ فيه هذا الخليط، وغادي نغطيه بالفيلم اليمونتير، يعني داك الفيلم اليمونتير يكون كونتاكت مع هاد الكريمه هذه باش ما تكونش لينا ديك القشره من الفوق. صافي وكنخليها كتبرد، يعني كنخليها كتبرد في الثلاجه، يعني ماشي المجمد، غير في الثلاجه لتحت. هنا بالنسبه للكيك، الخليط ديال الكيك غادي نحتاج 2 بيضات، وتما ضفت عليهم واحد القبيصه ديال الملحه، وغادي نضيف عليهم نص كاس ديال السكر سنيده، وانا غادي نطربهم. وغادي نضيف كيس ديال الفاني، وغادي نطربهم مزيان مع بعضياتهم حتى كينسجموا. كنحسوا بداك السكر سنيده يعني راه داب. كنخلط هنا غير بالطراب اليدوي، ممكن انكم تطربوا بالطراب الكهربائي او لا مولينكس، يعني كيبقى لكم الاختيار. انا طربت غير بالطراب اليدوي باش طربت. صافي نستمر على الطريقه هذه حتى كيبان ليا الخليط صبح اللون ديالو فاتح. صافي هنا غادي نضيف عليه لي زانغريديون المتبقيه. هنا عندي واحد الياغورت بالنكهه ديال الفاني اولا النكهه ديال البنان اللي يعجبكم. وهنا غادي نضيف عليهم نص كاس ديال الزيت المائده، وغادي نخلط الكل مع بعض. وبالنسبه للدقيق تيبقى على حسب الخليط، يعني الكثافه ديال الكيكه، يعني راه كلشي تيعرف كيفاش كتكون الكثافه ديال الكيك. هنا غادي نحتاج كذلك 2 خمارات، يعني ولا الخميره الكيميائيه ولا بيكين باودر من وزن 8 غرام، يعني مجموع 16 غرام. وصافي غادي نضيف الدقيق اللي غادي يخصني لهذا الخليط، وكنخلط كلشي.
هنا بالنسبه للاضافه اللي غادي نضيفها على هذا الخليط هذه، وهي الفيرميسيل ديال الشكلاط. تقريبا هنا غادي نحتاج واحد 2 معالق كبار ديال الفيرميسيل الشكلاط، وغادي نخلطو مع الخليط. ما نخلطوش بزاف باش ما ندوبوش داك الشكلاط، كنحركو غير شويه نحسو باللي يعني تسانجموا مع بعضياتهم وصافي. بالنسبه للمول اللي غادي نحتاج ميني مول ديال مول العجيب، دهنتهم بالزبده ورشيتهم بالدقيق. كيف ما تيبان لكم هادو هما لي مول اللي استعملت، كيف ما قلت لكم مول العجيب، ودهنتهم بالزبده ورشيتهم بالدقيق. صافي هنا غادي نفرغ الخليط في كل مول تقريبا واحد 1.5 معلقه في كل مول، والفران راني سخنته من قبل، ما تياخذوش بزاف ديال الوقت في الفران، تقريبا واحد 15 دقيقه الماكسيموم. 15 دقيقه يعني ما بين 10 دقائق حتى 15 دقيقه. صافي هنا غادي نستمر بهذه الطريقه حتى كنعمر كاع لي مول اللي عندي. بالنسبه للكريمه ملي كتبرد كنخرجها من الثلاجه وكنحاول انني نطربها، يا اما بالطراب اليدوي اولا بالطراب الكهربائي، كيبقى اختياري. غير شنو الفائده ديال هذاك التطراب؟ غير باش تجينا ديك الكريمه الملمس ديالها ناعم وتكون منسجمه. كيف ما كتلاحظوا الكريمه تتجي خفيفه، ما كتجيش ديك الكريمه العاقده اللي دايره بحال البطاطا المسلوقه، هذيك انا ما تعجبنيش. هادو هما اللي كيك ملي خرجتهم تيجوا هشاشين ورطبين. وغادي نحمر دوك الحفيرات بهاد الكريمه وصافي. بالنسبه للتزيين راه تيبقى حر، انا زينتهم بالشكلاط بيض يعني مبشور. دائما التزيين راه تيبقى حر وعلى حسب الذوق ديال كل واحد. كنتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، كتجي غزال وكيجي المنظر ديالهم غزالين، وحتى داك الفيرميسيل ديال الشكلاط كيجي فيهم غزال، تعطيهم داك المنظر زويون. كنتمنى الوصفه تجربوها، وما تنسونيش من اللايك ديالكم ودعمونا شويه في القناه باش نزيدوا للقدام. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.